مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان. في مسلسلات كده يا جماعة لما بتتفرج عليهم بتحس ان هو ولا هيقدم ولا هيأخر، يعني لو ما اتفرجتش هل هيفوتني حاجة؟ لا، مش هيفوتني اي حاجة. المسلسل يا جماعة بان في الاعلان ان هو مسلسل اوفر جدا، يعني هو المسلسل ايه؟ عبارة بقى عن الكبير، وهو الكبير والناس كلها بتخاف منه، وايه بقى، وكل شوية واحدة تيجي تبوس ايده، واللي يبوس رجله، واللي يبوس كتفه، انت فاهم انت؟ طيب هل ده احنا شفناه قبل كده؟ فكرة القصور والعربيات الفارهة والتجارة في الآثار، جبل الحلال. يعني شفناه قبل كده في جبل حلال، شفناه قبل كده في حدائق الشيطان، شفناه في حاجات كتير. فمش هتقدم، مش هتأخر، مش هتعمل اي حاجة. غير كده بصراحة فكرة ان الاستاذ مصطفى شعبان لسه مقتنع من ايام تقريبا ملوك الجدعنة او بابا المجال، ان فكرة ان انت تقول لي ايه العب باليه يعني الوزن والقافية في الكلام، هل ده شيء لطيف بالنسبة له؟ لا، هو انا بالنسبة لي يا جماعة واحد من الناس بشوف الحاجة دي كرنج جدا، يعني مش لطيف خالص. فكره ان هو مش عارف، حد بيقول له انا هعمل معاك الغلط، قال له انا في الغلط انسى المبادئ واطلع البنادق، فاللي هو ده يعني مش حلو، والله ما حلو. مش حلو خالص. يعني عارف كانت مقبوله وانت عامل شعبي، لكن فكره تعمل له هو صعيدي وبيتكلم بده مش لطيف. مين هيحب المسلسل ده؟ هتحبه طبعا الطنطات، هيحبه اي حد بيحب اي حاجه صعيدي. في ناس كده بتشغل التلفزيون، اي حد بجلابيه طالع هيتفرج عليه وخلاص. هيشتغل في القهاوي، هيشتغل في اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه، اللي هو بيشغلوا التلفزيون ويقفلوا الصوت دي، عارفينها. هيشتغل في الحاجات دي. لكن ده بالنسبه لي من اللي انا شفته من الاعلان، بصراحه ما استلطفتوش خالص. وبس كده، لو عجبك الفيديو تنساش تكتب لي كومنتس إذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى عن التمثيل. وسلام.